دوي في تمريرات في الكرة الماضية تصل سريعة من الشلهوب. القحطاني استلام، محاولة مرور وركلة جزاء. ركلة جزاء لمصلحة الفريق الهلالي. ركلة جزاء إذن بعد تدخل كان من دفاع الفريق الريداوي، وهدف ثاني قد يكون قريب. نشوف الإعادة، نشوف ما اللي حدث ما بين إدريس والقحطاني. شوف حكم اللقاء احتسب ركلة الجزاء. إذن قائمة الهدافين في دوري زين من خلال ركلة جزاء الشلهوب. الشلهوب والخوجل، الشلهوب جول هلالي ثاني عن طريق الموهوب، عن طريق الموهوب محمد الشلهوب. إذن هدف هلالي ثاني من ركلة جزاء. شوف الشلهوب لعب له كرة على يسار حارس المرمى، والهدف الثاني لمصلحة الفريق الهلالي. 2 الهلال لا شيء الرائد، والنصر هناك أيضا متقدم بهدفين. وشوف جيريت الذي كان الحقيقة متضايق تماما مع بداية المباراة، متضايق وردة فعله ما كانت صحيحة.